بسم الله الرحمن الرحيم. من كام يوم كده توفى الجندي المصري البطل اللي في حرب اكتوبر اللي كان رافع العلم وليه صورة مشهورة. فده فكرني بمقال كنت كتبته من يمكن 3 سنين، هقرا لحضراتكم. المقال بعنوان أبطال من ذهب وأبطال من صفيح. محمد أفندي رفعت العلم وطولت راسنا ما بين الأمم. طبعا دي أغنية كنا بعد حرب أكتوبر كنا كأطفال كانت بتيجي في التلفزيون كده، وبعدين احنا اطفال بقى في الشارع، محمد افندي رفعنا العلم وطول راسنا ما بين كنا بنتكلموا عن اللي هو الجون ده كان اسمه محمد، وكانوا اللي هو اول واحد رفع العلم على سينا. فانا كنت كتبت بقى قلت ايه، بالله عليكم عمركم شفتم محمد افندي في اي برنامج او على اي شاشه، او فكرت اي صحيفه ناصريه شيوعيه علمانيه مهلبيه ان تجري معه لقاء؟ شفت انت عمرك حد جاب محمد افندي ده سأله عن حرب اكتوبر او عن اي حاجه في الدنيا؟ لا 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 لا. يجيبوا بقى اللواءات والعمداء والعقداء يقولوا بقى هم قاعدين مستخبين في المخابئ والجنود هم اللي بيحاربوا، لكن في بعد المعركه ينسب النصر اليهم يعني، الى القاده يعني. كانت هناك بعد حرب اكتوبر اغنيه مطلعها محمد افندي رفعت العلم، وكان الاطفال يغنونها في الشارع في احد العروض الغنائيه عن حرب اكتوبر، حيث كان حسني مبارك حاضرا ويجلس في الصف الامامي كالمعتاد. الممثل اللي هو احمد ماهر كان خرج في مشهد بيتكلم عن عبد العاطي صائد الدبابات، وارتفعت نبراته المسرحيه تمجيدا في عبد العاطي، مما جعل القاعه تضج بالتصفيق. ثم توقف العرض، والسبب ده كان على التلفزيون، انا شفت ده. والسبب ان عبد العاطي الحقيقي كان حاضرا. تخيل، عبد العاطي الحقيقي كان موجود في القاعه، كان حاضرا العرض، ولكنه كان يجلس في الصف الاخير. كان يعني تخيل البطل اللي العرض معمول عليه ده دمر 26 دبابه اسرائيليه. يعني الرقم ده لو اتحقق دلوقتي ده ممكن اسرائيل يمكن الشعب الاسرائيلي يسيب اسرائيل ويمشي يعني. لو في واحد عندنا عنده القدره انه يصطاد 26 دبابه ويأسر اللي فيها او يقتلهم، ده اعجاز. وارتفعت نبراته المسرحيه تمجيدا في عبد العاطي، مما جعل القاعه تضج بالتصفيق. ثم توقف العرض، والسبب ان عبد العاطي الحقيقي كان حاضرا للعرض، ولكنه كان يجلس في الصف الاخير. البطل الوحيد في القاعه، والذي يستحق ان نقول عنه ما قاله نابليون عن رمسيس الثاني حينما شاهد تماثيله الجباره: هذا هو الرجل. نابليون لما جه مصر، كان في تمثال بتاع رمسيس الثاني اللي هو كان في ميدان رمسيس، وبعدين دلوقتي نقلوه المتحف، اللي هو مدوخينه ده. ده تمثال عجيب في حاجه، في ان هو تمثال رمسيس الثاني بس طوله 30 متر، يعني حاجه اعجوبه، 10 ادوار. طب حاجه فعلا. وكان هو موجود في البدرشين حاجه كده، وظهر في فيلم صرصره فوق النيل جوه مبنى كده. فلما نابليون شاف التمثال ده انبهر جدا، ازاي الملك ده عمل لنفسه التمثال ده. فقال هذا هو الرجل يعني. لان نابليون كان بيحترم الابطال قوي. خلاص. الرجل الحقيقي يجلس في الصف الاخير. توقف العرض لتحيه عبد العاطي البطل المعجزه. توقع الناس ان يذهب اليه مبارك ليصافحه، ولكن الذي حدث كان مهزله. 2 من الصيع بتوع امن مبارك ذهب اليه حيث يجلس، واقتاداه الى حيث يجلس مبارك. وبدلا من ان يقف مبارك احتراما للرجل ولبطولته، يعني انت ما يعني دي مشهد، انا المشهد ده خلاني من ساعتها بكره مبارك. يعني ان شاء الله يكون الراجل اللي جاي لك ده فراش، ان شاء الله يكون ده راجل من ابطال حرب اكتوبر وجاي بيسلم عليك. ادبيا اي رجل محترم لما راجل تاني بيمد له ايده يقوم يقف يسلم عليه. لا، ده عمل له ايده كده. هنا يعني هو ازاي ان ده يبقى بطل يعني، وازاي المسرحيه دي عشانه؟ امال انا ايه؟ شوف ده. الله ابيض. وبدلا من ان يقف مبارك احتراما للرجل ولبطولته، انحنى البطل ليسلم على مبارك وهو جالس. وحتى لما اعتد وقاعد كده مبارك، يعني قاعد كده، عمل له كده، والراجل انحنى له عبد العاطي. انا لو منه ما كنتش رحت سلمت عليه، كنتش رحت. هيعملوا فيه ايه؟ هو مش كانش لاقي ياكل، اتضح ان هو مش لاقي ياكل. آه كان عبد العاطي يرتدي بدله اشبه بالبيجامه، وتبدو عليه ملامح الفقر والمعاناه.
ومع ذلك انحنى للكلاب. البطل انحنى للزمن وتضعضع من الفقر والعوز، وبدلا من معاش استثنائي ومحاضرات يلقيها في الجامعات والمدارس على الشباب وتمثال يزين أحد الميادين، رضي بوظيفة تافهة لا فرق بينها وبين التسول. كلما تذكرت هذا الموقف أتذكر فورا قول الشاعر: الأسد في الغابات تبيت على الطوى ولحم الضأن تأكله الكلاب. توفى منذ سنوات إلى رحمة الله محمد أفندي. طبعا أنا بتكلم عن الشخص اللي هو جت صورته أخيرا، ده برضه من ضمن الناس اللي رفع. كان في واحد فعلا كان اللي هو أول علم، ده فعلا مات من فترة، غير اللي صورته بتيجي دلوقتي في الإعلام، لأن في العلم اترفع في عدة مناطق مش في منطقة واحدة يعني. توفى منذ سنوات إلى رحمة الله تعالى محمد أفندي، أول من رفع العلم المصري على خط بارليف بعد أن قضى برشاشه على مجموعة من جنود الصهاينة. البطل محمد ده مع الرشاش دخل تك 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 واستولى على النقطة اللي كانوا متحصنين فيها، وكان معاه العلم المصري ورفعه فوق الدشمة دي. توفى خلاص، وتقديرا لبطولته طلب منه قائد الكتيبة أن يرفع هو العلم، وقال له: ارفع أنت العلم يا محمد. تقدم البطل وهو لا يدري أنه يصنع التاريخ، وأزال علم الصهاينة ووضع علم مصر. إنها كما قال أرمسترونج وهو يضع علم أمريكا على القمر. أول واحد أمريكي طلع على القمر، أول واحد في العالم طلع على القمر هو أرمسترونج. الروس لفوا حوالين القمر يعني، لكن ما نزلوش عملوا لاندنج على القمر. لكن في أمريكا قررت ان هي لما لقت ان الرئيس كينيدي لقى ان الروس سبقوه في غزو الفضاء، فجاب بتوع وكاله ناسا قال لهم: بصوا، انا عايز واحد اشوفه في التلفزيون كده فوق القمر وبيحط العلم الامريكي، تتشقلبوا وتطلعوا وتتنططوا، انا ماليش دعوه، عندكم اعتمادات مفتوحه. وفعلا قدروا ينزلوا رائد فضاء اسمه ارمسترونج، ده مشهور قوي، ده اتعمل. شوف بقى الراجل ارمسترونج ده بقى، ارمسترونج ده بقى يلقي محاضرات ويالف كتب ويجيبه في برامج، ده بقى ده بقى مالتي مليونير ساعتها من اللقاءات اللي كانوا بيعملوها معاه، انه اول انسان يضع قدمه على القمر. انها كما قال، وقال ايه، وطبعا كان يعني سجلوا له يعني على الهوا. فبيقول ايه، قال كان مجهز كده يعني جمله كده بيقولها او فقره كده، قال انها خطوه صغيره للانسان، دي خطوه صغيره اللي انا عملتها دي، ولكنها خطوه كبيره للانسانيه. يعني كان قوي قوي في الوقت ده. كانت خطوه عظيمه لبطل وخطوه اعظم لمصر. رحم الله محمد افندي وضمه الى مستودع ابطال الذاكره المصريه. هنا الحكايه هنا دي بتخليك تفكر في كذا حاجه. اولا يعني الابطال اللي احنا بننسب اليهم النصر في اكتوبر او حتى في اي معارك، هم الجنود، هم ابناء الشعب، مش الضباط المحترفين. لا، الضباط المحترف ده بيؤدي عمل وعنده عيال وبتاع، وبالنسبه له ده شغل. انا طبعا كنت ضابط احتياط في الجيش وفاهم هذا الكلام. لكن البطوله في حرب اكتوبر بالذات كانت بطوله الجندي المصري، الجندي الريفي البسيط، الجندي اللي تم اعداده اسلاميا عشان يتقبل الشهاده. كان الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الازهر الله يرحمه كان بيقعد شهور في الجبهه بيلف على الوحدات، ويقعد يجيب الجنود الفلاحين ويقعد يكلمهم عن الجهاد في سبيل الله، وعن الجنه، وعن الشهاده في سبيل الله اعظم شيء. لذلك كانت في مقدمه الحرب دي حصلت معجزه. طبعا اللي ما حضرش الحرب دي ممكن ما يعرفش الكلام ده. حصلت معجزه، وهو ان ازاي الجندي المصري اللي عدى بالقوارب ده، حوالي 200,000 عدوا على طول القناه، وكان قدامهم الدشم الإسرائيلية اللي هي يعني كل دشمة فيها 29 مدفع. ازاي هو قدر يكسر الدشم دي؟ مات ألوف طبعا المصريين، وكانت وراهم الدبابات جاية ازاي، والجنود كان في بعضهم معاه صاروخ ستينجر، صاروخ كده بتاع دبابات. انا فاكر ان في ناس خبراء عسكريين عالميين قالوا ازاي الجندي ده عنده اعصاب يقف وشايف الدبابه جايه له، الدبابه اللي بيركبها الرهيبه دي، ويقف كده ومعاه صاروخ تعبان قوي، صاروخ بمليم ستينجر ده، وينشن الصاروخ ويضرب الدبابه، كسر الدبابه. دي كانت معجزه حرب اكتوبر. الجندي المشاة المصري الفلاح، مش الضباط والقاده واللواءات والجنرالات، لا،
الجندي المصري الفلاح هو اللي صنع النصر